قليلون جدا يعرفون أن قصة بيل وسيباستيان كتبت لفتى مغربي كان ثمرة زواج بين قائد مغربي وممثلة فرنسية حلت بالمغرب لتصوير فيلم سينمائي، حيث أنجبت منه الطفل المهدي، وهو البطل المستقبلي لبيل وسيباستيان. وتعود أطوار القصة إلى سنة 1949 عندما حلت الممثلة سوسيل أوبري إلى المغرب من أجل تصوير فيلم الوردة السوداء، إلا أن القدر سيغير مجرى حياتها تماما، حيث ستقع في حب القيد سي إبراهيم القلاوي، وهو ابن باشا مدينة مراكش، وهو وجه بارز في القرن العشرين، وستتزوج به سنة 1956 عندما حصل المغرب على استقلاله. وتؤكد المصادر أن قصة زواج الممثلة الشابة بالقيد القلاوي لم يكتب لها النجاح، حيث سينتهي زواجهما بعد فترة وجيزة، وهذه الزيجة سينتج عنها ابن لا يزال يعيش في فرنسا إلى اليوم. وتضيف المصادر أن سوسيل ستتفرغ فيما بعد لكتابة قصص الأطفال، فبعد سلسلة من القصص الناجحة ستخوض الأم الشابة آنذاك مغامرة كبيرة كانت عبارة عن سلسلة بيل وسيباستيان، والمكونة من 40 حلقة، حيث نشرت الرواية في المكتبة الخضراء، وهي المكتبة الخاصة بالشباب، ليخرج بعد ذلك الجزء الأول من السلسلة التلفزية. ولعب المهدي ابن القيد القلاوي دور البطولة في السلسلة، إذ تم التصوير في منطقة جبلية، وتدور القصة حول علاقة الصداقة التي تجمع بين فتى صغير وكلبه، وعرض أول مرة سنة 1965 ولقي نجاحا باهرا، ليتحول فيما بعد إلى رسوم متحركة على يد اليابانيين. ويبلغ المهدي القلاوي بطل سلسلة بيل وسيباستيان اليوم 64 سنة، ولا يزال يتلقى رسائل من المعجبين، وقد أصدر مؤخرا كتابا في فرنسا، وهو متزوج وله ابنة في عقدها الثاني من العمر.